كي يقول المساواة بالنسبة للإرث، بالنسبة بالنسبة للبارتاج لوتوريتي بارونتال، وبالنسبة لبعض الأشياء من هذه، ما يقول لك لا نحن هنا عندنا المكاسب هذيك نتاع مجلة الأحوال الشخصية، لكن مجلة الأحوال الشخصية فيها أمور غير مساوية. نعم. تعامل المرأة وكأني زوجة بنت، لكن مثلا التونسية اللي عندها صغار ومش متزوجة اليوم ما عندهاش قانون اللي يحميها. نعم. فيه برشا. نحن في الهجرة عايشين هنا عندنا آلاف تونسيات متزوجات من غير مسلمين، عندهم مشاكل اليوم على اساس الزواج نتاعهم مش معترف به. كيف نعمل؟ انا معناتها انسان مسؤول اليوم لازمني نعطي الجواب قانوني. نعم. مش الجواب اخلاقي عجبتني ولا مش عجبتني الحال. القضيه مش انا موافقه. ايجاد حلول للجاليه اذا الموجوده هنا ايضا. هذيك لازم عندي حل قانوني. الحل ما ينجمش يكون اخلاق، مش الجواب ما ينجمش يكون جواب اخلاقي. يلزمنا نخرجوا من هذا باهي وهذا خايب. يلزمنا اليوم نقدموا مش نعمل لها وكيفاش، وهي تستنى في جواب قانوني. والتونسي سواء يعيش هنا ام يعيش هناك في تونس. والتونسيه اللي متزوجه بغير مسلم، والتونسيه اللي عايشه في الهجره واللي اليوم عندها حقوق مش نفسها. شنو القانونيا باش نعملها؟ دونك اذا كان باش نحكيو على المساواه، خلينا نحكيو على المساواه معناتها التامه. وتجاوبنا على في الدستور كيفاش ما نكتبوه الشيء هذا. شنو هي الصبغه اللي باش نعطيوها؟ كيفاش باش نضمنوا الشيء هذا؟ اليوم حزب النهضه ما يقولش، يقول لك نحن ماناش باش نتراجعوا على مجله الاحوال الشخصيه، لكن انا مجله الاحوال الشخصيه عندها اكثر من 50 عام. نعم. والمجتمع تطور. نعم. والمطالب النساء التونسيه خرجت من السبعينات. نعم. من السبعينات فيه مطالب اخرى. انا هل ستواكب هذا التطور؟ لا، سيكون هناك تراجع؟ هذا ما نساله اذا للدكتوره سعاد. شو راي حضرتك دكتوره سعاد؟ والله أنا أستغرب طرح مثل هذه المواضيع بالنسبة لمجتمعنا التونسي المسلم. ولكن هناك العديد من المخاوف. أنا نقول الحرية لا يمكن أن تكون في المطلق. نعم دكتورة سعاد. الحرية مع احترام العادات، مع احترام القوانين السارية، مع احترام العرف الجاري، مع احترام العقائد. لكن أنا سامحني بربي سعاد، نقولوا امرأة عازبة نعمل لها قانون يحميها. اش نعمل؟ نطيشها، نقتلها؟ اش نعمل لها؟ لا نسقط برامج، سامحني، لا نسقط برامج على المجتمع التونسي. إذا ما الذي يجب عمله؟ إذا برأي حضرتك ما هي الحلول؟ مسلم عربي نقولوا نعملوا قانون نحمي به النساء العازبات. موجودات في تونس نساء عازبات. إذا ما الذي يجب العمل؟ موجودات. ما الذي يجب عمله؟ إصلاحهم أخلاقيا. ما نطرحوش باش نحلوا لهم المشاكل، نعطيهم قانون، نعطيهم شرعية التواجد. إذا هل نقوم بحبسها كما يحدث في بعض البلاد العربية الأخرى؟ ايش نعملوا لهم قانونيا؟ ايش نتعامل معها؟ أنا في القانون، ولكن نخليو أخلاقنا سامية، نخليو أخلاقنا في مستوى الحداثة اللي نعيشوه. ولكن أنت لا تجيبي. لا تجيبي. نعم ولكن دكتورة سعاد لا تجيبي. أنت لم تجيبي. تكون أمهات هي كانت فيكتيم فيول وغيرها وغيرها. هناك من كيش نتعامل مع شيء هذا قانونيا اليوم؟ نعم. كيش نتعامل معاهم؟ انت داخله راك مجلس تاسيسي يا استاذه، يا استاذه داخله مجلس تاسيسي مش تكتب دستور، مش تخمم قانون. دونك كيفاش اذا لن تدافعي؟ لن يكون هناك حل مثل هؤلاء النساء؟ لن يكون هناك حل مثل هؤلاء النساء اذا براي حضرتك؟ اخسر ثم حل. نعم. المشاكل اللي تصير للعباد كاد فيول كما قالت كاغتصاب. نعم. ولكن والتي اختارت بارادتها تتزوج بطريقة غير شرعية غير قانونية وبعد نعطيهم حلول. هذا غير معقول في مجتمعنا العربي الإسلامي. الحقيقة أنا نحشم قدام الدول العربية كي نسمع مناضلة من مناضلاتنا تتكلم بهذه الطريقة. الحقيقة ثم خجل كبير. ندعو الى انا نتفاعل مع الواقع. انا مش باش نحكم عليها باهي ولا خايب. المرأة التونسية ديامونتا نغزروا لها نحافظوا عليها. إذا أنت ضد حرية المرأة. لحظة. إذا دكتورة سعاد أنا ما قلتش المرأة تعمل اللي تحب، أنا قلت لك اليوم عندنا مشاكل نواجهوها احنا مثلا كنساء في الجمعيات وغيرها. موجودة على أرض الواقع. نواجهوا في الواقع هذا لازم نتعامل معه. ولازم تكون عندي حل قانوني بالنسبة للصغار هذوك. اش نعمل لهم؟ مخدرات نعملوا قانون يحمي المستهلكين المخدرات. لا نتحدث مع معاقبة النساء بالنسبة للمجتمع التونسي. انت تو الاكزامبل اللي عطيته إذا المرأة معناتها ليس بالنسبة لك المرأة هذه اللي هي كانت مغتصبة وعملت صغير بعد هذايا وانا اخترت باش تعمل صغير لازمني نعاقبها.
لم تتحدث عن المغتصبة، هي لم تتحدث عن المغتصبة، هي تحدثت التي هي بإرادتها تعمل أسرة نعم. في إطار الزواج. أي نعاقبها أنت قارنتها بالمخدرات. لا هي قالت يجب أن تتزوج، إذا أنت لست مع حرية المرأة في هذا المجال. إذا هناك تفرقة إذا ما بين المرأة والرجل في هذا المجال أيضا. مانيش سمعتك السؤال من الأول. إذا هناك تفاوت أيضا بالنسبة للرجل والمرأة، لأن الرجل يستطيع أن يفعل ما يريد، أما المرأة فلا يحق لها ذلك. حتى الرجل في تونس ما ينجمش يفعل ما يريد. حتى الرجل وقت اللي يكون عنده صغار خارج إطار الزواج يعاقب، هذا موجود ونحمي به، وهذا نسميه مكتسبات المرأة. لماذا نسمح به للمرأة ولا نسمح به للرجل؟ إذا الرجل أيضا لا تسمحي له بذلك، ولكني لست أدري إذا هذا كان صحيح. العلاقات الشرعية العلاقات الشرعية نعم. إذا يجب أن يكون كل شيء حسب إذا الدين الإسلامي والقانون الإسلامي. هذا